عمرِك حسيتِ إنِّك في علاقة بتتكسري فيها واحدة، واحدة؟ هي مش خناقة ومش مشكلة، لكن ده إحساس غريب إنِّك بتضيعي، إنِّك بقيتِ نسخة مش شبهِك، إنِّك بتتصرّفي تصرُّفات مش أنتِ، مش شخصيتِك، مش تفكيرِك. الحقيقة المؤلمة وفي قول واحد، أنتِ أكيد مع الشخص نرجسي. النرجسية دي مش مجرد صفة، النرجسية أسلوب حياة بيأذيكي كل يوم وكل لحظة وكل ثانية. الشخص النرجسي مش بيحبك، هو بيحب إحساس إنه يسيطر عليكي وعلى تفكيرك. يبدأ معاكي حكاية جميلة وحب ونهايتها وجع. في الأول كان مثالي، كلامه حلو، بيهتم زيادة، عارف يسيطر عليكي ازاي. حسيتي ان خلاص هو ده الشخص اللي شافني، هو ده الشخص اللي مقدرني، هو ده الشخص اللي بيحبني بجد. انا عمري ما حبيت كده. تبدأي تتكلمي مع نفسك، انا عمري ما حبيت حد كده. هو اكيد شخص مختلف عشان كده خلاني احبه. هو فعلا مختلف، لان مش كل الناس نرجسيين. بتصدقي بدأتِ تصدقي إن هو خلّاكِ أهم واحدة في حياته، ودي مش الحقيقة خالص، ده إحساس مزيف هو خلّاكِ تحسّيه عشان يمشي في الخطط اللي هو راسمها. بس فجأة كل حاجة بتبدأ تتغيّر، بيبدأ ينتقدِك، لبسِك، كلامِك، طريقة تفكيرِك، تصرفاتِك. بيفضل يقارن بيكِ وبين غيرِك، يخلّيكِ تحسّي إنِّك مش كفاية، إنِّك مهما عملتِ إيه يعني، أنتِ بتعملي إيه زيادة، كل الناس بتعمل كده، مش أنتِ لوحدِك، كل الستات بتعمل كده. يقول لِك لو زعلتِ أنتِ حساسة زيادة، إيه المشكلة؟ أخطر حاجة بيعملها النرجسي إنه يخلّيكِ تشُكّي في نَفْسِك وفي ثقتِك بنَفْسِك. يحصل موقف واضح جدًا ويرجع يقول لِك ده ما حصلش، في إيه؟ أنتِ فهمتيني غلط، أنا ما كانش قصدي. تبدئي تصدقيه وتكدبي نفسِك، هو صح. الغريب إنِّك رغم كل ده مش قادرة تبعدي، مش قادرة تاخدي قرار البُعد والقفلة خلاص. ليه؟ لإن كل ما بيوجعِك بيرجع يدّيكِ شوية حُب، شوية اهتمام، فتتعلقي بيه أكتر وتستني اللحظة اللي هيرجع فيها معاكِ زي الفل، وده طبعًا ما بيحصلش. الحقيقة إن هو كان في الأول بيمثّل، فمش هيرجع للأول. بقيتِ بتخافي تتكلمي وبتحسبي كل كلمة طالعة منِّك وكل حرف طالع منِّك عشان خايفة أحسن يزعل، حاسة إنِّك دايمًا غلط، بترجعي كل كلمة عايزة تقوليها بتقولي لأ مش هاقول. ثقتِك بنفسِك اختفت تمامًا وضاعت منِّك شخصيتِك، بقيتِ بتعيشي عشانه هو بس، وهو عايش كل تفاصيل حياته مش عشانِك. بس لازم تعرفي الحقيقة، هو مش شايفِك أصلًا، هو شايف إن أنتِ بتقدّمي له إيه، أنتِ هتعملي له إيه، هو مش شايف الشخصية اللي قدّامه، هو شايف وبرسمِك في frame هياخد منِّك إيه، هيستفيد منِّك إزاي، هتقدّمي له إيه عشان تثبتي له حُبِّك وهو أصل جسي. أول خطوة إنِّك تطلعي من الشخص النرجسي ده، إنِّك تصحي، إنِّك تقولي ده بيكسّر فيّا، ده بيكسّر فيّا عشان يحس إن هو أقوى منّي. الخطوة دي لازم تاخديها، اصحي وفوقي، دي أول خطوة للنجاة، إنِّك تفهمي إن ده مش حُب، إن ده مش إنسان خايف عليكِ. الحُب عمره ما يوجع بالشكل ده، ولا يخلّيكِ تشُكّي في نَفْسِك، ولا يكسّرِك ويهدِّك ويهز ثقتِك في نَفْسِك. أنتِ مش قليّلة خالص، أنتِ مش المشكلة، المشكلة إنِّك حطيتِ قلبِك في إيد شخص مش بيعرف يحب، هو شخص نرجسي بيحب السيطرة عشان يحس إن هو أقوى. افتكري دايمًا اللي يحبِّك هيطمنِك مش هيخوّفِك،
هيرفعك مش هيكسرك. لو حد كسرك يبقى مكانك في حياته يوصفك. لازم تقفي وقفة صح مع نفسك عشان خاطر نفسك. لازم تقولي لنفسك كفاية، أنا مش هسكت. كفاية، أنا استاهل الأحسن. أنا استاهل إن حد يكون بيحبني بجد ويعاملني بأسلوب يبقى مناسب لشخصيتي الحقيقية. اكتبي لي في الكومنت، قولي لي أنا فعلا فقت، أنا خلاص، أنا مش عايزة البني آدم ده، عشان تكوني أول خطوة في طريق نجاتك بإيدك ولنفسك ولحياتك.